أشرف حكيمي واحد من أولئك الذين لا تحتاج لمقدمات للتحدث عنهم، لأن كل خطوة له على العشب الأخضر تختصر رواية كفاح. لم يولد وفي فمه ملعق ذهب، بل في أحياء مدريد البسيطة، لأبوين مغربيين لا يملكان سوى التشبث بالحلم. من شوارع ختافي إلى أكاديمية ريال مدريد كانت السرعة سلاحه والإصرار درعه. لم ينتظر أن يمنح الفرصة، بل اقتنصها واستغلها ثم انطلق لا ينظر خلفه. في دورتموند تعلم كيف يهاجم وكيف يلسع، وفي الانتر فهم معنى المسؤولية، فكان أحد صناع سكوديتو الذي غاب طويلا عن خزائن النيرازوري. ثم إلى باريس، حيث صار الجناح الأيمن شارعا يسمى باسمه، لا مبالغة، إنه شارع حكيمي. سريع، جريء، لا يتوقف. هذا الموسم أكثر مدافع صنع فرصا في الدوري الفرنسي، وأكثر من مرة حمل شارة القيادة، ومرات أكثر حمل آمال ناديه الفرنسي. لاعب لا يحتاج أن يتحدث كثيرا، فحين ينطلق على الخط تصمت الجماهير وتراقب، لأنه قادم كالسهم وعينه دائما على القمة. أشرف حكيمي ليس مجرد ظهير، بل قصة نجاح مغربية كتبت في أكبر ملاعب أوروبا. وكلما ظننت أن رحلته بلغت ذروتها، يفاجئك بأن القمة بالنسبة له مجرد بداية. ولأنه لم يكن عاديا، فهو مرشح للفوز بالكرة الذهبية. نعم، الكرة الذهبية، عن جدارة لا مجاملة، لأنه ببساطة لاعب من طينة الكبار. فهل تثوج مجهودات لاعبنا المغربي ونراه يعانق الكرة الذهبية؟